المرة اللي فاتت بدأنا في ترجمة قانون رقم 82 سنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وده كان المفروض اللي هي مواد الإصدار، وبدأنا فعلا في ترجمة المادة الأولى والمادة الثانية ما خلصناهاش، وكان المفروض إن احنا هنكمل النهاردة إن شاء الله بقية مواد الإصدار، المادة الرابعة والثالثة وبقية المادة الثانية. تمام. thank you so much for sending me your translations، بس الحقيقة كانت متأخرة قوي فأنا ما لحقتش إن أنا أبص عليها، فمعلش خليها تبقى معانا كده ويبقى خلينا نشتغل كده interactive class، وتبعتوا لي الترجمات بتاعتكم وإحنا بنشتغل. طيب، أهم النقط اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت أو المشاكل اللي كانت مقابلانا في ترجمة التكست دي كانت فكرة الهومونيمز، اللي هو في اللغة العربية احنا عندنا في زي اللغة الإنجليزية بالظبط بتبقى فيه كلمة ممكن تختلف معناها من سياق للتاني. طبعا ده بيتحدد على حسب التكست اللي احنا بنشتغل عليه والموضوع كمان اللي احنا بنشتغل عليه. فمثلا كلمة حكم بتختلف ترجمتها من تكست للتاني على حسب المعنى اللي مقصود بيها. الكولوكيشنز بتلعب دور مهم جدا في اختيار الألفاظ بتاعتنا، يعني ايه اللي هيجي مع ايه. كلمة إلغاء اللي كانت موجودة برضو معناها هيختلف على حسب هو احنا بنتكلم على إلغاء ايه بالظبط. اوكي، فكل دي كانت حاجات من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. وكمان اتكلمنا المرة اللي فاتت على فكرة الفيتشرز بتاعت العربي والفيتشرز بتاعت الانجليش، وقد ايه هما بيكونوا في حاجات كده سمات بتميز لي اللغة العربية وكمان سمات تانية بتميز اللغة الإنجليزية. وكان من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عنها في سمات اللغة الإنجليزية استخدام الأكرونيمز، وإن إحنا ما بنترجمش أسامي المؤسسات أو الهيئات أو اللجان أو أي حاجات رسمية من دي. إحنا ما بنترجمش أساميها، لكن إحنا بندور على الترجمة الصحيحة المعتمدة لأسامي الهيئات واللجان دي. أوكي، وطبعا الحمد لله اشتغلنا عليها المرة اللي فاتت وظبطنا الترجمة بتاعة اللجنة الخاصة باللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر.